السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. دلوقتي بنعجن عجينة فطير. بنعمل كيلو كده، كل ما يخلص نعمل كيلو تاني عشان الفطار. طبعا الدنيا حر، واحد يشرب كوباية شاي بلبن، يتعشى بكوباية شاي بلبن برضو بفطيرة. لان طبعا بيبقى سهل في البيت، والدنيا حر بدل ما تبعتي حد يجيب، والاسعار طبعا اغلى دلوقتي. انا كنت بعجنه بس النور قطع، فعجنته بقى لحد ما النور جه. وهحطه دلوقتي يخمر شويه كده قيمه ربع ساعه، وهغطيه بكيس نايلون. انا ده كيلو دقيق، حطيت عليه كوبايه واحده سمن. طبعا ادعكت حطيت معلقتين شمر وينسون، معلقتين شمر معلقتين ينسون و3 معالق سمسم وذره ملح. وبعد كده رحت حاطه عليه كوبايه السمن، ورحت فرقات دقيق بالسمنه. وبعد كده حطيت الخميره، معلقه كبيره خميره على معلقتين سكر، وخمرت شويه عليت. ورحت على بال ما فرقت الدقيق بالسمنه، ورحت واخداه بقى فرقاه وحطيت الخميره وعجنته حلو. وبعد كده بقى اخليه عجينه حلوه كده. وبعدين اغطيه كده بالكيس النايلون واسيبه يخمر ربع ساعه على بال ما احضر العجوه واجيب الصاج وكده. وهنشوف مع بعض عملنا احلى فطير في البيت واوفر فطير. كيس دقيق ب25 جنيه، وكوبايه سمنه او سمنه على زيت، ويعني اي سمنه، مش لازم لا سمنه بلدي ولا حاجه. ممكن تحطيها سمنه عاديه، تحطي معلقه واحده سمنه بلدي تعجني بيها في الاخر، يديكي بعضه طعم جميل جدا. وانت كمان تحطي في العجوه وانت بتعجنيها حته سمنه صغيره وحبه سمسم، بيبقى طعمه جميل جدا. هنكمله ان شاء الله مع بعض ونشوفه، وان شاء الله يعجبكم. بصوا يا حبايبي، العجينه اختمرت اهي وبقت حلوه زي الفل. رحت جايباها واخليها متغطيه برضو، وباخد من جنبها كده اهو كوره واكورها وافتحها كده من النص زي ما انتوا عارفين، واروح حاطه فيها قطعه من العجوه. طبعا العجوه لما هنا كيلو والعجوه نص كيلو، بتبقى كانك عامله كيلو ونص عجين، بيملي معاكي صاج ونص او اكتر شويه. ورحت مبططه الكوره اللي انا حطيت فيها حته العجوه، ورحت حطها كده على الصاج. طبعا انا بحط ورق زبده، انتوا ما تحطوش ورق زبده، انا بحط ورق زبده عشان الصاجات بتاعتي قديمه، لكن بغسلها وكل حاجه ونضفها، بس برضو بحب احط لها ورق الزبده. ليه؟ لان هي قديمه. فانتوا تبططوها وتحطوها على الصاج من غير ورق زبده عادي جدا، بس بتبقى جميله جدا وبتعمل لكم كميه حلوه ووفيره ان شاء الله. طبعا تنفعكم في فطار الولاد، في بالليل عايز حد يشرب حاجه مع فطيره بتاع، بتبقى حاجه موجوده في البيت بيني وبينكم، بتبقى كانها ببلاش يعني. وهي كلها تكلفتها بسيطه، بس لو جبتيها من بره هتبقى التكلفه اكتر من كده بكتير. كمل الفيديو واكمله العجين، وابقى اوريكم ان شاء الله بعد ما نخلصه، ان شاء الله يعجبكم. ورجعت لكم تاني، وادي الفطير بعد ما بططته وحطيت فيه العجوه. والغامق ده على فكره ده عجوه، بس زهره قوي في الفطيره دي. بططته وحطيت فيه العجوه ورصيته. وبص الكيلو، كيلو دقيق ونص كيلو عجوه عملوا لك بص الكميه اللي عملوها، يعني صاجين الا حاجه بسيطه، الا صف صاجين الا صف. لا ما شاء الله كويس جدا، ومقاديره سهله جدا. واحب اقول لكم المقادير تاني: كيلو دقيق جبت مع نص كيلو عجوه، كيلو دقيق حطيت عليه ذره ملح ومعلقتين شمر معلقتين ينسون 3 معالق سمسم وذره الملح، وتحطيهم تفركيهم بقى الاول بكوبايه سمنه او سمنه على زيت، السمنه اللي عندك ايا كان نوعها. وفي الاخر تعجني كده بعد ما تحطي الميه والخميره. طبعا عندنا معلقه خميره كبيره فحطيناها في كوبايه ميه كبيره، وحطينا معلقتين سكر عليها وخمرناها بقى كده لحد ما عليت شويه، ورحنا عاجنين بيها. في الاخر بقى معلقه سمنه بلدي، وتروحي عجناه بيها بعد ما تحطي الميه ديت، وتغطيه بقى بالكيس النايلون زي ما وريت لحضراتكم. وبعدين تسيبيه يجي من ربع ساعه كده، وبعدين تشتغلي فيه. وبرده بعد ما يخلص كده هنسيبه برده نص ساعه قبل ما ندخله الفرن. نحمي الفرن على درجه حراره 180 ونخبزه، وان شاء الله يبقى جميل. وهوريكم الكميه اللي طلعناها، كميه موفره جدا. اي حد ملوش مزاج للاكل، اي حاجه مش عاجبه اكل، هتلاقي حاجه عندك في البيت تتاكل، وحاجه بتبقى ساعتها في البيت كانها ببلاش ومن غير ما حد ينزل ولا يطلع، وفي اي وقت هتلاقيه جميل قوي. جربوه، وسهل تكاليفه جدا ورخيص، وعمايله سهل جدا. هكمله ان شاء الله واخبزه واوريه لكم.
بصوا بقى، رجعنا لكم تاني بعد ما خبزنا الفطير الجميل. شوفوا بقى عمل كمية قد ايه، وما شاء الله. بصوا كل ده كيلو دقيق وزي الفل. شايفين خبيزه جميل جدا، وخبيزه في البيت في الفرن. شايفين؟ بس انا هقشر الورقه دي مطرح ما زي الفل في البيت. في مش محتاجه، لاننا ما عندناش افران بره، احنا بنعمله في البيت. زي الفل الخبيز بتاعي، وشه زي ظهره جميل جدا، هيعجبكم جدا لو جربتوه. بصوا خبيزه زي الفل. وده كمان الصاج ده كمان، ومكوناته سهله وبسيطه جدا جدا، هيعجبكم قوي، وهيملى لكم حاجه كبيره كده. لو فضيتوه دلوقتي لما يبرد افضيه لكم، هيملى طبق كبير، مش طبق بقى صغير، لا الطبق اللي انا بعجن فيه ده طبق كبير قوي، هيبقى شكله جميل جدا وموفر ونضيف، حاجه نضيفه ضمناها في بيتك لعيالك. يعني بصراحه يعني مفيش اي لازمه ان الواحد يروح يجيب الحاجات دي بالغالي ومش بتبقى طازه كده. لا شوفي بقى ده حاجه يعني ما شاء الله اهو. بصي الخبيز جميل ازاي، وفي فرن البوتاجاز عادي. بشد بس الورقه دي كده علشان بصوا. وانا طبعا قلت لكم ان انا بحط ورق الزبده، لان الصاجات عندي قديمه مش جديده، هو ده السبب بس اللي بيخليني احط ورق الزبده. وهشيله بقى دلوقتي واحطه في الطبق الكبير، وهوري لكم الكميه قد ايه عشان تشجعوا تعملوا، عشان ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. وادي حبايبي الكميه اللي عملتها من كيلو دقيق. شكلها بص عاملين ازاي، بص العجوه عامله فيه ازاي. بصي هو لسه سخن بقى طري شويه، على فكره هو ما بيبقاش ناعم قوي، هو وسط، لان احنا حاطين كوبايه سمن بس فيه، فهو طبعا وسط للشاي والفطار، فبيبقى مش ناعم قوي، يعني هو وسط في النعوميه عشان تكونوا عارفين. لان المقادير اقولها تاني للي ما خدش باله او اللي لسه داخل الفيديو، هي كيلو دقيق عليه كوبايه سمن بس، او نص سمن ونص زيت. وطبعا عارفين بنحط بقى على الدقيق حبه ملح، ولو عندك شويه ريحه كحك فاضلين من العيد بتحطيهم، تحطي معلقتين معلقتين شبر، معلقتين ينسون، 3 معالق سمسم، وطبعا معلقه الخميره بتدوبيها في معلقتين سكر وكوبايه ميه دافيه. فكل الحاجات دي هي دي المكونات بس، مفيش حاجه اكتر من كده. وكوبايه السمنه بتعمليها في الدقيق، تبسيها في الدقيق كده لحد ما يبقى عامل زي الرمله كده، وبعدين تروحي حاطه عليه الخميره وتعجنيه وتسيبيه ربع ساعه. وبعد الربع ساعه بتروحي عاملاه بقى في الصاجات زي ما شفتوا كده ووريتكم. سهل جدا، مطلع لك يعني تقريبا صاجين الا سطر في 3 صاجين حلوين من اللي هما انا فرني 60 في 60 صاجين حلوين جدا. طبعا كل ده بكيلو دقيق ب25 جنيه. طب انتي وشويه سمسم عندك، لو عندك حته عجوه ما عندكيش بتشتري نص او ربع، كل ده بكيلو دقيق. فطبعا حاجه موفره جدا، هيقعد معاكي يجي اسبوع واكتر. يعني لو كلكم بتاكلوا منه هيبقى تفطروا منه، هيقعد معاكي اسبوع او اكتر، مش مشكله يا ستي. كل اسبوع لما تعملي حبه زي دول حاجه جميله وموفره. مره تعملي فطير، مره ممكن تعملي بسكوت بالمكنه، كيلو بسكوت بالمكنه برضو هيديكي كميه كبيره. كل حاجات موفره في البيت. ولازم برضو ان احنا نفكر بدماغنا، ما نخليش نفسنا فريسه للاستغلال اللي بره. النهارده إن بتجيبي اي فطير من بره او اي باتون ساليه او اي كرواسون، بتحسي ان هو ما فيهوش ريحه السمن. حتى الكرواسون اللي هو مبني على السمنه كنا نجيبه زمان كده، نفتحه كده نلاقيه من جوه يعني مورق بطريقه من كتر السمن فيه. لا 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 خالص، الحاجه بتجيبيها دلوقتي عدمانه. فانت تعملي حاجتك في بيتك احسن. ربنا يخليكي ويحسن ما بين ايديكي، يا رب يخليكي لاولادك ويحسن ما بين ايديكي. واتمنى تحطوا لي لايك وشير، واشكركم والى اللقاء.